النهارده هاخدكم معايا في خروجه هتعرفوا هي فين كمان شويه. ده الكارت اللي باخده من الاداره علشان خاطر اقدر اخش اطمن على ابني في نص اليوم او في اخر اليوم اجي علشان خاطر استلمه. ودي المنطقه اللي فيها اللوكرز اللي ممكن الطفل يحط فيها متعلقاته وكلها بتكون بمفتاح. المكان زي ما انتم شايفين مبهج وجميل جدا، ينفع يكون الاعمار فيه من سن سنه لغايه 12 سنه، من سنه ل3 سنين ليهم مكان لوحدهم ولازم يكون معاهم مرافق، ومن 4 ل 12 سنه ليهم مكان لوحدهم. اللعبه اللي ورايا اسمها التاور، وهي دي اللعبه الاساسيه في المكان، وكل منزل ليها بينزل الطفل عند لعبه وعند منطقه مختلفه. اللعبة اللي ورايا دي اسمها السفينة، وهي بتبقى مفيدة جدا مع الأطفال اللي بيبقى عددهم كبير، بيبقوا فريقين قصاد بعض وكل فريق منهم بيحدفوا على بعض كور بمدافع هواء، وزي ما انتم شايفين بواقي الحرب في ايدي اهي. من أكتر الحاجات اللي ممكن تخليكي مطمنة على الولاد إن على كل لعبة بيكون في حد من التيم بياخد باله إن كل حاجة ماشية كويس وإن الولاد تمام. وفي نهاية كل زحليقة زي ما انتم شايفين بيكون في مرتبة سفنج علشان الأطفال وهي نازلة ما تتخبطش، وطبعا العواميد هنا كلها فوم علشان لو حصلت أي خبطة الأولاد ما يحصل لهمش حاجة. زي ما شفتوا مكان مبهج لكل الأعمار، وأهم حاجة إن انت لو عندك مشوار أو لو رايحة الشغل أو لو رايحة تشتري طلبات تقدري تسيبي الولاد في بيلي بيز وانت مطمنة وكمان متأكدة إن هم هيكونوا مبسوطين.